السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. انا الحمد لله. بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بغيت نتقاسم معكم شوية يعني وقت في الكوزينة، تونسوني شوية، راني غير وحدي. روحوا ونسوني. وتاني بغيت نعطيكم وصفه نتاع كيكه تجي تحفه وتحمر لكم وجهكم، ديروها كتحليه ولا ديروها كيكه للكوتي، ولا يعني تجي تحفه روعه. اذا قبل ما نبدا هنايا صباح لله غير نوت، كنت عارفوا بين حسيت روحي يعني شويه فشلانه وكاع. انا دابيتود نعجز عليه شويه، نديره منين داك زوجي مي انا نعجز عليه. رحت ديريكتومون وجدت جو دورانج باسكو فريمون كنت فشلانه، نوض فشلانه سبحان الله. دي فوا واحد ينوض مرقد ينوض عيان. هي قلت باسكو تعرفوا فيتامين سي يعطيكم واحد النشاط، واحد الحيويه رائعه. ضربته ديريكتومون بالوقاف، غير صنعته شربته ورحت وجدت القهوه نتاعي كريم عادي بان شوكو، وزوجي قهوه كحله ليسونسيال خواتاتي. ونظفت تنظيف تاع خفيف تاع كل يوم. انا جيت نرمي الغدا نتاعي ولا الفطور نتاعي اللي كان عباره عن البرقوق الحريره وشويه سلطه والحمد لله. درت البرقوق نتاعي اللي راح تلقوا الوصفه نتاعه في صندوق الوصف، يجيكم رائع. انا هنا درتها باللحم، يعني رديت المحمر نتاعي طيب. وهنا البرقوق درت عليه الماء ساخن غير باش يطلق هذيك الكحوله نتاعه. انا هنا راني مخلطاتها مع المشماش، هي نورمالمون مشماش وحده معليش انا للبيت. وهنا كاضافه اللي ما حش تلقوها في صندوق الوصف، الرابط راح نخليه لكم تاني في اخر الفيديو، ما عليكم غير تضغطوا عليه خواتاتي، تاع البرقوق وتاع الحريره تاني. هنا خويت، هنا قدرت زوج حبات تفاح، خويتهم الوسط كما راكم تشوفوا، ونقيتهم شويه وقطعتهم دي غونديل ورميتهم في المحمر. بعد ما طابلي وفتحت عليه رميتهم وخليتهم شويه، يعني واحد 7 مينيت 2 مينيت. تعرفوا التفاح يعني بالخف يطيب. وطفيت عليهم، وهذه هي خواتاتي. ورحت والبرقوق نتاعي تاني بعد ما تجمر لي كاع، بعد ما تعسل لي كامل، درت عليه وحده لافاني كما راني ذكرت لكم في الفيديو. والسلطه نتاعي قدرتها نقيتها مليح مليح، شللتها مليح مليح، ودرتها نقيت الماء وتقصت الماء، بدلت لها الماء بيان سور، درتها في ماء نقي كما كنت تشوفوا. درت لها هنايا مقدار ملعقه نتاع السكر. هذا السكر يعني واحد السر في السلطه كي ديروا هكا، يعني تخلوا هذيك ربع ساعه ولا لو طول اللي راكم توجدوا في صوالحكم، وتقطعوا ليها البصل تاني يطلق فيها واحد البنه رائعه. ولهذاك السكر يحافظ عليها، تبقى شاده روحها وتجي خضره وتجي شابه. جربوها وردوا لي بالخبر. ومام تشرب هذيك شويه تاع الحلاوه تجي روعه. والحريره نتاعي تاني راهي طيب كما قلت لكم، تلقوا الصندوق تاعها، الرابط تاعها في صندوق الوصف. وبعدها حبيباتي رحت كملت السلطه نتاعي اللي قطعت عليها الخيار وطوماطيس، وراكم تعرفوا زيدتها شويه بالزيتون زعما تاع البيت وصاي. والفينيغريت نخليها هي الاخيره، حتى نبغوا ناكلو ندير فينيغريت عادي. انا هنا درتها بالليم وما درتش الخل، درت فينيغريت بالليم والزيت والملح عادي. قطعت الخبز تاني، شوفوا هاد القطعه اللي راني نقطع عليها تاع الخبز روعه. شوفوا هذاك التفته تاع الخبز كاع يقعد فيها، والمطبخ يقعد لي نظيف، والطابله تاني تقعد نظيفه غايه. ساعدتني حتى نخليها قاع التاليه ونرميها. رديت الخبز اللي بقى عليا وحطيت لاطابل نتاعي، والحمد لله يا ربي كما راكم تشوفوا. زينتها بهذوك الدوائر تاع التفاح البرقوق، وغطستها هكا ولا رمتها في الججلان، ويجي بزاف روعه. ليسونسيال روحوا شوفوا الفيديو ما راحش تندموا حبيباتي. نخلي لكم في اخر الفيديو، نخليكم تاني في صندوق الوصف. شوفوا هذا الطواسيري تاع هاد لاطابل راه منيرفيني بزاف. من نهار اللي شريته كنت عيانه نعقل وبغيت غير ندخل الدار، قلت لزوجي ندو غير هذا وصاي. هو قال لي ندو، قلت له واه. مي ملي جبته وانا مجنوني عليه، قلت نستعمله شويه، ماشي مليح الخساره، نستعمله وبدا نرميه وصاي. ولا نشوف شنديره دي زيطاج في البلاكار ولا نغطي بها هكا. ليسونسي راه منيرفيني لا كولور نتاعه. نتوما واش رايكم؟ وهنايا حبيباتي راني نخص بعد ما فطرنا، والحمد لله يا ربي. الله يدوم النعم على كل مؤمن، والله يفرج على كل مغبون، والله يرزق كل محتاج، وربي يرزقنا ان شاء الله كامل واش رانا متمنيين. هنايا الحمد لله رب العالمين. كما قلت لكم جيت هنا وقعدت نغسل فما عيني، نظفت ليفيي، وبعد ما ديباراسيت لاطابل كامل نظفت ليفيا نتاعي وشللت ما عيني كما راكم تشوفوا، خليتهم يقطروا، مسحت كامل، نشفت ليفيا نتاعي باش ما يقعدوش هذاك الماء تبان الدعوه يعني ما تبانش الحاله نظيفه، كلشي يتنشف باش تبان الحاله نقيه. ايوا كيما راكم تشوفوا خواتاتي. ورحت مسحت شويه لي بلاكار تاني بعد من هذاك شويه ليدام، وكنت عارفوا نتو شو بيدينا وكاع اللي قنا نمسحوا بالخليط تاع الخل والماء، ومسحت عادي. وتاني فوت على الارض عادي، درت يعني نيتوايون
تو لي سيرفاس ودرته كريزيل كيما نقولوا، ودرته ونقيت عادي. تنظفت شويه الدعوه، وهنايا كي تنظف الحاله باش تبان رحت تفرجت وصليت صلاتي واكيد ضيعنا شويه وقت، وعاودت وليت للمطبخ نتاعي. كي يكون ضيف تبانلك باش طيبي كاطو ولا ديري حاجه، ولا بانت لي على هذه الكيكه والشوكولا، كيكه المسقيه بالكراميل والشوكولا، يعني تجي تحفه 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 تحفه. هنا كيما راكم تشوفوا مقادير بسيطه، انا دائما نحاول نعطيكم مقادير بسيطه، واي وصفه ما تنجحليش ما نشاركهاش معكم. يعني شحال من مره ندير وصفه ولا نتبالي نكتشف كي ما تنجحليش ما كلاه نحطها يعني نحط لكم الوصفات غير ناجحه باذن الله. درت هنا 2 حبات نتاع البيض، درت عليهم كيس تاع فانيليا، درت عليهم رشه نتاع الملح. الشوكولا نتاعي درت واحد 5 قطع ولا 6 يذوبوا، يعني واحد 5 قطع هكا يذوبوا لي. انا درتهم في الميكرووند، نتوما تنجموا ديروهم غير في الحمام مائي. هنا درت على 2 حبات بيض، رشه ملح، كيس فانيليا، 3 مغارف نتاع سكر، و4 مغارف نتاع الحليب، و4 مغارف نتاع الزيت. والمقادير كامله راح تلقوها في صندوق الوصف، يعني انا راني نقول لكم نزيد نخليها لكم في صندوق الوصف المقادير تاع الكيكه. 4 نتاع الزيت ومغرف نتاع الخل، ونخلط مليح مليح هاد المكونات حتى يتجانسوا معايا. ونروح نجيب الشوكولا نتاعي اللي دابت لي، وتاني نزيد نضيفها عليهم، ونقعد نخلط مليح 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 حتى نذوب شويه هذاك السكر، يعني ندرب مليح ماشي غير شويه ونحبس، بلا باتور بلا والو. كيما شفتوا انا تعمدت نديرها معكم بالفوي، يعني اقتصاديه وما ما فسحق لا باتور لا والو، تجيكم رائعه. خلطها مليح كيما راكم تشوفوا مليح مليح، وضفت الشوكولا. قعدت نضيف غير بشويه باش ما نطيبش هذاك البيض في الشوكولا. حرزوا رواحكم، ضيفوا غير بشويه وخلطوا بالخف بسرعه، باسكو ماشي تضيفوها تقعدوا تقراو سينو طيب لكم البيض نتاعكم. يعني الشوكولا تكون سخونه، بداو تضيفوا فيها غير بشويه وتخلطوا كيما راكم تشوفوا معايا نفس المراحل. بعد ما دخلنا مليح هذيك الشوكولا نجيبوا الفارينه نتاعنا ونبقوا نضيفوا فيها الفارينه. هنايا انا ديت 4 ملاعق معمرين، يعني ملاح 4 ملاعق ملاح معمرين. هي الشوكولا على حسب النوعيه، ديفوا تروحي حتى ل5، ديفوا تروحي حتى ل6، ديفوا غير 4 تكفي. انا درت هنا 4 معمرين، ودرت عليهم كيس خميره الحلويات تاع 14 غرام ولا 15 غرام. كيس خميره الحلويات تاع 14 غرام ولا 15 غرام. درتها على هذيك الفرينه وقعدت نغربل فيها فوقها ونخلط على 3 فوا ولا على 3 مرات، يعني على 3 خطرات. تحط تغربلوا شويه فرينه وخميره، تخلطوا تعاودوا تغربلوا، يعني ما تضيفوهاش ضربه واحده. قعدت نضيف ونخلط نضيف ونخلط. كي كملت يعني الخليط نتاعي خلطته مليح، لقيتها بلي مازال خاصه شويه فرينه، دونك زدت المغرف الخامسه. اذا 5 مغارف نتاع فرينه غربلتها كل نوع عادي، وخلط الخليط نتاعي. يعني غير تدخلوا الفرينه حبسوا، ما يبغيش تقعدوا يتخلطوا بزاف مور اللي تدخلوا الفرينه، غير تحسوا الفرينه نتاعكم دخلت في المزيج صاي نحبسوا التخلاط. وتاني الفرن نتاعكم في هذا الاثناء يكون يسخن. انا سخنته على اعلى درجه، يعني درجه رايحه للعاليه، رايحه ماشي كاع العاليه العاليه، يعني رايحه للعاليه، ويعني ماشي نار قليله، نار تكون عاليه شويه. والبلان تاعي راني دهنته بالزبده. دروك بعد ما نخلط مليح الخليط نتاعي نفرغه في البلا وندخله للفرن، نخليه حوالي 20 دقيقه. انا درت البلان تاعي درته في الوسط، يعني في وسط الفرن، وخليته ما تفتحوش عليه قبل او موا 17 دقيقه ولا 15 دقيقه سيدي، وقليله ليسونسيال ما تفتحوش عليه، يعني نقولوا غير 10 مينيت ولا تروحوا تفتحوا عليه، خلوه يطلع في غرده باش ما يهود لكمش وما ينفش معاكم. هنا ملاحظه اللي ما عندهاش اللين تقدر دير ملعقه نتاع الخل فقط كملاحظه. اذا كما قلت لكم فرغته في البلان تاعي ودرته يطيب ورحت كملت فراجي ولا ما نعرفش كنت ندير. وعاودت بعد ما طاب لي هنايا خرجته من الفرن بعد مرور كما قلت لكم انا 20 دقيقه حسبتهاش، ولا تحمر لي بزياده من الاسفل ما معليش. نتوما 17 دقيقه هذيك هي على نار عاليه في البلان تاعكم في الوسط الفوق. جبدته كما راكم تشوفوا، خليته حتى تفالي، باسكو كي تجبدوه سخون ما تشربوش سخون بالكراميل سينو يتعجن. خلوا الكيك نتاعكم يدفى شويه دو كوتي، ماشي يبرد كامل ما يدفى، تروح لهذيك الصهده دو كوتي. قد ما تحسوا بلي الصهده راحت له نروحوا نوجدوا الكراميل نتاعنا، باسكو نسحقوا الكراميل سخون. اذا الكراميل شدت له درت نصف كاس اللي يرفد 200 مليلتر، الكاس اللي يرفد 200 مليلتر درت نصفه نتاع سكر ذوبته كامل. من الافضل السكر كي تذوبوه ما تخلطوش بالملعقه الخشبيه، ولا خلوه يذوب على نار قليله، ومره مره تقعدوا تدوروا هكا في الكسرونه نتاعكم ولا في المقله نتاعكم اللي راكم تذوبوا فيها باش ما يتحجر لكمش.
بعد ما داب لي السكر نضيف عليه الحليب، كاس نتاع حليب تاع 200 ملل. انا هنا درت كاس الا ربع، ومن بعد زدت هذاك الربع، دونك كاس تاع حليب، نص كاس تاع سكر مع كاس نتاع الحليب ومع كاس نتاع الحليب، ويعني نص كاس سكر يذوب، عفوا سمحوا لي يعني غنخلط. نص كاس تاع سكر يذوب، كي يذوب هذاك السكر تجيبوا كاس تاع حليب وديروه عليه هذاك الكاس تاع الحليب وتبقوا تخلطوا. من الاحسن تضيفوا الكاس تاع الحليب على 3 مراحل باش ما كيما نقولوا ما يتشتش روح هكا كيما هكا الكراميل. كي تضيفوا على 3 مراحل وتخلطوا المرحله الاولى وتخلطوا المرحله الثانيه وتخلطوا، هكا الكراميل يذوب بسهوله. المهم خواتاتي انا هنا بالقلق ضفته وصاي. ليسونسيال تضيفوا على 3 مراحل وتخلطوا. بعد ما يذوب كامل هذاك الكراميل ويتحول لكم الى يعني تحسوا اللون تاعو ولا كريم هذاك الكراميل، تجيبوا ملعقه صغيره نتاع الفارينه. يعني تقعدوا تخلطوا حتى يغلي شويه، تجيبوا ملعقه صغيره نتاع الفارينه تضيفوها وتبقوا غير تخلطوا. ما تخلوش المزيج نتاعكم يشد روحه بزاف. كي تحسوا بلي بغى يشد روحه طفوا عليه وزيدوا له المكسرات اللي تكون عندكم، اللوز، الكاوكاو، القرقاع، ولا ما عندكمش معليش انا كان عندي كميه قليله تاع قرقاع ضفتها وصاي. وتجيبوا الكيكه نتاعكم. شوفوا انا كي تقطتها ما ذكرتش هذه المرحله، تقطتها كما شفتوا بالظهر تاع ملعقه خشبيه ولا تكون هكا دائري، الظهر تاعها دائري، تقبوها هكا غير باش يدخل في وسطها هذاك الكراميل. كي تجوا تاكلوا هكا تولوا الكراميل يهود معاكم، يعني رائعه رائعه. بعد ما كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت جبت الكيكه نتاعي، الكراميل راه سخون والكيكه راهي دافيه، شربته كيما راكم تشوفوا ورحت وخليته دو كوتي يشد روحه يبرد شويه، ورحت نوجد في الكلاصاج تاع الشوكولا نتاعي. ساهل ماهل. ديت هنا 7 ولا 8 قطع تاع الشوكولا اللي يكونوا عندكم، يعني تشرو قابسه تاع الشوكولا، النص ديروها في الكيكه والنص ديروها في الكلاصاج. وهذه هي يعني قابسه تاع 100 غرام هكا، ولا قابسه صغيره ماشي تاع 200 غرام، ولا كان 200 غرام تدو غير النصف نتاعها وتقسموه اون دو تاني. اذا انا ديت 7 حبات هكا تاع الشوكولا ذوبتهم، ضفت لهم ربع كاس تاع ماء بارد، ماء عادي من الحنفيه، ضفته بقيت نخلط. شوفوا المزيج اللي تحصلت عليه، وفرغته فوق الكيكه نتاعي وعادي يعني تمشى لي عادي وهذه هي خواتاتي الكيكه، وجات رائعه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، وان شاء الله الفيديو نتاع اليوم كنت فدتكم به وديتوا حاجه جديده. نتمنى برك ما تبخلونيش بلايكاتكم، ونتمنى تاني البارطاج حباباتي، عاونوني بالبارطاج. يعني اللي نجحوا كامل نقول لهم انا بصحاحيهم. انا ما عنديش هذيك عقليه تاع هذيك نجحت وانا ما نجحتش ومنا وعلاش راكم تفرجوا في هذيك. الانسان ما يجي يتفرج قناه ما تجي تنجح حتى يكون عندها مضمون، يعني اللي يستاهل باش نجحت هذيك القناه. كل واحد نجح الله يعاونه، وحنا تاني نتمنوا تفرجونا وتنجحونا حنا تاني ان شاء الله، باسكو كل واحده راهي فاتحه قناه وتتعب عليها تستاهل انها تنجح. وكما قلت لكم كل واحد وش يبغي يتفرج، وقناه اللي نجحت اكيد راهي دايره صوالح ولا مضمون اللي يعاونها باش نجحت. كل واحد وكيفاش، واحد يسعى وصاي ولا ربي جاب النجاح ماذا بينا. جبت لكم هذه الهضره باش نقول لكم تاني عاونوني خواتاتي بالبارطاج. اللي راهي تجرب وصفه وتعجبها ماذا بها تخلي لي في لي كومونتير باللي هذه الوصفه عجبتها باش الناس تشوف وما تترددش باش تجرب. وهذه هي خواتاتي. وتشاركوا تاني مع حباباتكم اللي عندها كاش صاحبتها ولا كاش اختها ولا توري لها القناه.